يا مرحب. مين فين تصبح فيه غير الخاين والعميل الهجري؟ يا جماعة، بحسب تقرير نزل بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه الدعم الإسرائيلي الهجري مو جديد ولا إجا بعد أحداث السويداء مثل ما عم يحاولوا يصوروا. الدعم حسب التقرير قديم وبلش بوقت حساس جدا، وقت كانت الناس عم تحتفل بالتحرير ولسه البلد ما استقرت ولسه تنصيب السيد الرئيس أحمد شرع ما صار. التقرير حكى إنه إسرائيل كانت عم تدفع رواتب لآلاف العناصر من الهجري وزودته بالسلاح، وانه اول دفعة اسلحة وصلت بعد اسبوع واحد من سقوط النظام، وكمان ذكر انه قصد حولت $500,000 للهجري. يعني التمويل كان شغال من اكثر من جهة وبوقت مبكر جدا. الاخطر يا جماعة انه التقرير اشار انه في جزء من السلاح اللي وصل للهجري كان مصادر من المقاومة الفلسطينية ومن غيرها، وهذا لحاله كفيل يبين طبيعة العلاقة من وين جاي الدعم ولا مين عم يشتغل. نحن حكينا هالكلام من زمان واتهمونا وقتها وكذبونا وقالوا عم نبالغ وكذا وكذا، واليوم مو كلامنا اللي عم يحكي، تقرير الصحيفة العالمية هو اللي عم يحكي. اللي بيرتمي بحضن الاحتلال مهما لف ودار ما بيكون إلا عم يشتغل ضد بلده، والوطن ما بيقوم على شعارات، بيقوم على مواقف، والتاريخ دايما بيكشف مين كان مع الناس ومين كان ضدها. الخيانة ما هي رأي، الخيانة مواقف ترى، والشعب ممكن يختلف بس ترى ما بينسى. وبإذن الله الخاين والعميل نهايته معروفة على مدى التاريخ، وراح يجي هذا اليوم.